أنا زينب ودي صورتي من 4 سنين. مستحيل أحكي لك حكايتي باختصار، ما تخافيش مش هطول عليكي. أنا كنت زيك، حاسة باليأس وزعلانة ومكتئبة ومضغوطة، وحاسة إن مفيش أي حد حاسس بيا. ومع الوقت روحي طفت شوية بشوية. طباعي بقت وحشة أوي بصراحة. كنت عصبية ولساني طويل، وكل ده انعكس على أسرتي. جوزي اللي احنا أصلا متجوزين عن حب بقينا مش طايقين بعض، وبقى بينا مصانع الحداد، خناق خناق خناق. أكتر بقى حد اتأذى مني هما ولادي. طلعت كل ده يا حبايبي فيهم، هم كمان عصبيين وعدولين. لحد ما في يوم كنت متخانقة خناقة كبيرة أوي، كنت متعصبة جدا، وقعدت أقول يا رب استغفر الله العظيم ساعتها. قعدت أقول كلام غريب جدا، ومش عايزة أفتكر بصراحة. فلما هديت حسيت قد إيه أنا قلت قلت له يا رب أنا تعبت، يعني حلم من عندك وبعد الحق. انتوا شفتوه في اول الفيديو. مره واحده لقيتني ركبت الزحليقه. ايه اللي بيحصل ده؟ حملته في الشهر السادس. جالي مرض نادر جدا، اسمه صدفيه بخاريه معممه. انا هسيب لكم صور اللي تحت في الكومنت الفيسبوك، بس مش عارفه هعرف اعملها في تيك توك ويوتيوب وانستجرام ولا لا، وغالبا مش هعرف. فاللي عايز يشوفها يعني يبقى يشوفها في كومنتات فيسبوك. واسمحي لي معلش انا هطول شويه في الجزئيه دي، لان هي دي اصلا اساس الفيديو كله. اللي حصل انها جات لي وانا حامل في الشهر السادس، لا هينفع اخد دواء ولا هينفع اخد مسكن ولا هينفع اعود. انا قاعده كده. ف وجعها بالظبط، الالم بتاعها بيبتدي باحساس حرق نار بس من جوه الجسم، من العظم طالع على الاعضاء الداخليه حرفيا. بصي، نار 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 نار، ببقى مولعه. بعدها بيقلب على فوران زي الغليان، تك 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 تك. مرة واحدة ألاقي جسمي بره، يعني من فوق كده، دماغي من هنا لحد رجليا تحت، ظهر فيه حبوب صغيرة خالص جدا كده قد شكة الدبوس، مليانة صديد في كل حتة، حتى وشي. ف... وهي بتظهر دي بقى طبعا وهي بتطلع كده على السطح نار، نار تانية، عذاب من نوع آخر. بعد ما تقعد يومين 3 بلاقي جسمي كله بقى اتفتح، وكل الصديد ده طلع، وجسمي كله متعور. ابتدى الوجع يتنقل من جوه لبره، جوه فيه، بس شدة الألم في مكان تبقى أكتر. يعني في الأول بيبقى من جوه الحريق ده من أول عظمي، دي أقوى مرحلة بحس بيها. بعد كده ده شغال، بس بحس مرة واحدة بنطر الصديد كله في الجسم، ده شغال. وبعد كده أحس بألم خروج الصديد كله من الجسم، والتلاتة التانيين شغالين، كله شغال مع بعض. بعدها بحس بألم كل الفتحات اللي في جسمي دي. بعدها استنى يومين 3، كل الجلد ده، طبقة الجلد الخارجية دي بتقع كلها على الأرض، قشور محروقة محروقة. عارفة لما تعملي كيكة وتتحرق منك من تحت وتبقي عايزة تلغوشي على الموضوع، فتروحي تقلبيها وتفضلي كده تتحتي فيها علشان خاطر ينزل البودر المحروق ده. كان البودر ده بينزل ليه؟ دي أنا كنت أصعب مرحلة أتعب فيها، لأن المرحلة اللي بعدها تعتبر أقصى مرحلة. وكان جوزي كان اللي كان في بينا وصانع الحداد في الأول، كان يا حبيبي يقوم ينطر الملاية كده بسرعة علشان ما اشوفوش، عشان لو جيت شفته هفضل أصوت وهو مش هيعرف يسيطر عليا. بعد ما بيقع كله بتفضل بقى طبقة الجلد اللي تحت لونها بيبقى أحمر، لوني بيبقى أحمر أحمر، مسلوخة، أنا كلي مسلوخة من فوق لتحت. دي بقى ألمها أقوى منهم كلهم. ليه؟ لأن أنا ببقى من بره، طبقة الجلد الخارجية دي هي بتظبط درجة حرارة الجسم،
فهي اللي بتخليني ما احسش بالبرد او الحر، تظبط درجه جسمي على درجه حراره اللي بره، ما بقتش موجوده. فانا لا مستحمله اللبس، ولا مستحمله اقعد من غير لبس، ولا مستحمله الحر، ولا مستحمله اقعد في التكييف. كنا في شهر 8 يعني في عز الحر، فدرجه الحراره كانت وقتها كانت عاليه جدا، وانا كنت ساكنه في دور اخير. المهم في المرحله دي انا كنت دخلت المستشفى، يعني كنت خلاص ولدوني بقى في السابع، لما لقوا ان خلاص الالم بتشتد عليا جامد، والدكتور الله يبارك له قال لهم لا احنا كده هنبقى بنضحي بيها، هي خلاص الموضوع مبقاش نافع. وابتدى خلاص انا بقى دخلت المستشفى وهيبتدوا يعالجوني، لان انا ما كنتش بقدر اخد اي دواء قبل كده. كل المراحل دي خدت بتاع شهرين مثلا، من اخر السادس لحد لا من اول السادس لنص السابع، شهر ونص. ولدت في نص السابع، شهر ونص. شهر ونص ده انا مش بقعد، ولا عارفه امشي، ولا عارفه انام على جنب. 24 ساعه انا صاحيه، عايشه كل الالام دي كلها. لما ولدت ودخلت المستشفى، فالدكاتره خلاص بقى بتبقى عايزه تمسك ايدي علشان تحط الكانيولا. هم عايزين يمسكوا ايدي، اصلا ما فيش جلد، هو ما فيش جلد وانا كلي مسلوخه. فتخيلي هم بيمسكوا ايدي علشان يحطوا لي الحقنه، كانوا ما بيعرفوش. المهم ابتديت اخد الدواء واتعافى سنه سنه، لحد ما ابتديت اتحسن. ابتدى يطلع طبقه الجلد اللي بره بالعلاج بقى اللي ابتديت اخده. مفيش. رجعت تاني من اول وجديد، كل الالام دي طخ طخ طخ، وجع جوه، غليان، ظهور الصليب، يزولوا، طلوع الجلد، مسلوخ. تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، كل ده أنا ما بنامش، الآلام مبرحة. نسيت بس أقول تفصيلة مهمة، حتى جلد القناة السمعية اللي جوه الودن وقع، ضوافري كلها اتقلعت ووقعت، شعري كمان. آه أنا مش هطول مني والله، هبسطك في الآخر سيبك لحد ما آخر مرة دي. كل مرة كان بيحصل معايا كده كنت بلجأ لربنا. سبحان الله، ربنا نزل عليا صبر وسكينة وهدوء. أنا لحد النهاردة مستغربة أنا إزاي كنت كده، يعني إزاي كنت مستحملة كمية الأوجاع والآلام والتعذيب. مبرح، مبرح. فكان ربنا منزل عليا صبر وسكينة وهدوء، مش عارفة منين، ورضا. أنا راضية يا رب، أنا راضية، لدرجة إن أنا قبل كده كنت بخاف من الحسد قوي قوي. ف وقرايبي قرايبي القريبين مني عارفين كده. فاول ما حصل اللي حصل لي، قال لك لا دي شكلها معاها حق بقى. راحوا جري يا حبايبي جابوا لي كل واحد اللي يقدر عليه عشان احطه في ميه واغتسل بيه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت بصل للحاجه كده وانا بتعذب، بتحرق، وادعي ربنا اقول له يا رب اللي نزل عليا ده لو حصل او سخ او مس كله ينزل عليا بحولك وقوتك، اصرفوا عني بحولك وقوتك. حتى ربنا اطلق لساني بالدعاء، انا مش عارفه ازاي. اخر مره دي بقى حصل الموضوع ده، كان خلاص اليأس دخل قلبي، لا قادره استحمل الاوجاع دي لحظه واحده كمان، ولا حتى لساني عارف ينطق ان انا اتمنى الموت علشان خاطر انا معايا ولاد سيبهم مني. ف
قلت خلاص أنا كده ميتة ميتة. قعدت كده أفتكر شريط حياتي، قلت يا رب، طب أنا ما كنتش بصلي، ما كنتش قريبة منك، طب أنا دلوقتي هدخل النار برضه، مش كفاية النار اللي أنا كنت فيها دلوقتي؟ لحد ما ربنا فكرني بآية كانت مرة سمعت حد بيتكلم عنها، عن عذاب أهل النار، إن هم هيطلع لهم جلد، وكل ما هيطلع ربنا هيعذبهم وهيوقعوا عشان يرجع يطلع تاني، عشان يرجع يعذبهم تاني. فحسيت إن أنا قفشتها، إيه ده؟ ده اللي بيحصل لي. جريت على جوجل عملت سيرش عنها لحد ما لقيتها في سورة النساء آية 56: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. دي كانت أول مرة أفهم رسالة من ربنا ليا، لأني لما كلمته قبل ما يجيلي المرض خالص وأسأت الأدب في الحديث مع ربنا، فراح ربنا حب يهزني، فبعت لي الرسالة دي، قال لي يعني أنا نفخت فيكي من روحي وخليتك خليفتي في الأرض بتمثليني، وسخرت لك الأرض بما عليها، حتى الحيوانات كل حاجة فيها أنا سخرتها لك وسخرتها لخدمتك، ومش عايز منك أي حاجة بس غير إنك تعمريها وتخليكي ذرية تعبدني وإنتي كمان تعبديني. تروحي تكفري بكل الآيات دي وتقولي إن أنا جايبك الدنيا عشان أعذبك؟ طب خدي بقى في العذاب. اكتشفت إن الخلل فيا أنا، المشكلة فيا أنا. كل حاجة كانت بتحصل وحشة في حياتي القديمة أنا اللي كنت السبب. أول لما فهمت طبعا الرسالة دي انهارت وسجدت وقعدت استغفر واتوب استغفر واتوب، ودي كانت آخر مرة حصل لي بقى فيها اللي حصل ده. بعدها ما حصلش تاني، ابتدى المرض خلاص يختفي وخلص الاختبار بتاعي. ومش بس خلص، ده ربنا اداني هدية وكافئني، بين لي حب كل الناس ليا، وبين لي معدن جوزي في وقفته جنبي وقت مرضي وهو شايفني عاملة زيه، مش من رجلي مسلوخة، أنا كلي مسلوخة، وما سابنيش. واتفاجئت بصراحة، ربنا يبارك له ويديله الصحة. واتفاجئت إن كل حاجة حصلت كانت شايفاها غلط، يعني كل المشاكل أنا اللي كنت السبب فيها، أنا اللي كنت عاوزة أشوف الوحش في كل حاجة في حياتي، مش عايزة أبص على الحلو، عايزة أركز بس على الوحش. كنت عايزة أشوف كل العيوب علشان أصلحها، وعيني مش راضية تلقط الحلو، مش عارفة. خلص اختباري الحمد لله، خدت هديتي، ربنا مش بس رفع لي البلاء، ده رجع لي جمالي وشعري وبشرتي وجلدي وكل حاجة، مش هقولك زي الأول، أحسن. خلاني بقيت أنا بأحسن وأقوى وأحلى نسخة من نفسي. أنا نفسي اتفاجئت، أنا ما كنتش أعرف إن أنا أعرف أعمل كل الحاجات دي، ولا إن أنا بالقوة دي، ولا إن أنا هتغير للدرجة دي. خلاني سعيدة، خلاني متزنة، هادية، مليانة رضا، مليانة رضا. أنا حرفيا دلوقتي اللهم لك الحمد بعيش جنة الله على الأرض، حياتي مستقرة جدا اللهم لك الحمد. أنا وجوزي كويسين جدا مع بعض، فاهمين، في بينا مودة ورحمة. العيال اللهم لك الحمد على قد ما أقدر بحاول أخليهم أسوياء، حتى لو حصل مني أي خلل غصب عني بسرعة باخد بالي منه وبحاول أصلحه في نفس الوقت، مش بستنى لحد ما يسيب جواي لحد ما يأثر عليه.
بعد بقى الابتلاء ده انا فهمت ان ربنا مش بيبعت لنا بلاء عشان نعيش نكمل بيه عمرنا كله. لا، ربنا بيبعت لنا البلاء او اختبار صغير علشان يقول لنا بصي خدي بالك هنا في مشكله انت لازم تحليها، تشتغلي عليها وتحليها وتفكري تروحي تصلحي منها فتبقي احسن، تكتشفي فيكي حاجه جديده تقدري تعمليها وتقدري تغيري بيها، فيروح يخلص اختبارك وتاخدي الهديه بتاعتك. ومن ساعتها وانا بمشي اي حاجه تحصل في حياتي، اي مشكله، خلاص بقى بقيت ماشيه برسائل ربنا ليا. طب ربنا عايز يقول لي ايه انت؟ طب عايز يفهمني ايه؟ طب عايز يوصل لي ايه؟ وبقت زي لعبه كده لطيفه مسليه بالنسبه لي. اول ما تحصل مشكله اقول يا لهوي عملتي ايه؟ عملتي ايه يا شيخه؟ بسرعه اجري اشوف، احل، احاول، وفعلا مفيش. بمجرد ما احل الخلل اللي حصل عندي ده يخلص الامتحان بتاعي ويروح ربنا مكافئني في حاجه تاني. بس خدت كل هدايا ربنا ليا اللهم لك الحمد. وكمان ابتديت ارجع لشغلي ابتديت من الصفر. قعدت اتعلم بقى تكنيكات جديده في الميك اب. اشتريت ست تصوير واضاءه وقعدت اتعلم تصوير واضاءه ومونتاج وقعدت اطور. لاني لما رجعت بعد المرض لقيت الدنيا جريت في حوار الميديا ده. اشتغلت على نفسي السنتين اللي فاتوا وكنت مجهزه خلاص ان انا اول 6 ده الموسم الجديد بعد بس ما نخلص الامتحانات فاجئ الناس بقى ونبتدي النهار بتاعي. وكنت مجهزه حاجه كده كان المفروض انها قويه يعني كنت هرجع بيها لحد ما قعدت تظهر ورا بعض كميه حوادث غريبه مرعبه متوحشه، حاجه صعبه جدا. وقتها حسيت ان انا ضميري أنبني وقال لي طب ايه مش هتتكلمي؟ طب ما انت فاهمه رساله ربنا ليكي، انت فهمتي الدرس، ده انت اتشويتي في نار جهنم، اتكلمي قولي ان لا ده في كذا كذا كذا، عرفي الناس اللي انت عرفتيه. طلع الشيطان قاعد على شمالي من الناحيه الثانيه قال لي ليه كده تتكلمي؟ ده احنا يا ستة ما خفيتي، ده انت اتحرقتي، الالام كانت صعبه انت مش هتقدري تعيشيها تاني، والحسد موجود، ده الرسول قال انه بيدخل الرجل القبر والجمل القبر. ايه دي؟ فرحت بصراحة سكت، قلت خلاص أنا هدعي، يعني هو كلمتي أنا اللي هتغير الدنيا؟ خلاص. تاني يوم كنت بصلي وأنا بصلي قريت سورة البحر وراحت افتكرت حاجة أنا كنت ناسياها. إن وأنا حامل في بنتي لما قعدت يحصل لي العذاب المتكرر ده وقت الحمل، أنا ما كنتش بقدر آخد مسكن، أنا كنت بتحرق وأنا ساكتة، ما ينفعش آخد ولا دواء ولا مسكن، آخري مسكن بسيط خالص طبعا ما بيعملش أي حاجة. فكانت الحاجة الوحيدة فعلا اللي بتسكنني وتهديني سورة الضحى، كنت بقراها بحس ان ربنا بيكلمني فيها، بتخيله وهو بيكلمني. كانت بتقول والضحى والليل اذا سجى، ربنا بيقسم لي بالضحى، باليوم اللي النهار فيه الشمس في وسط السماء، والليله المظلمه العتمه اللي ما فيهاش اي نور. بيقول لي وحياة دول ما ودعك ربك وما قل، انا ما سبتكيش، انا ما تخليتش عنك ولا انا كرهتك فرحت بعدت، ولا الاخره خير لك من الاولى. خدي بالك ان الدنيا دي كلها فانيه، الاخره ابقى. دي بقى اللي كانت بتطبطب على الروح، هي دي فعلا اللي كانت بتسكني. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا بيقول لي انا هديكي لحد ما ترضي. وبعدين بيعاتبني كده عتاب خفيف، ألم يجدك يتيما فآوى، انت كنت يتيمة وانا ابيتك. انا عارفة ان هي على الرسول بس انا كنت بتخيلها على نفسي. ووجدك ضالا فهدى، انت راحة سكة اللي يروح ما يرجعش، رحت جبتك. ووجدك عائلا فأغنى، كنت محتاجة وانا اغنيتك. وبعد كده بقى التوصيات اللي انا وقتها كنت ايه بجريها خلاص. اما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. وقتها حسيت إن أنا جالي الأمر، حدث، اتكلم، خلاص ما تخافيش لا من حسد ولا من غيره، أنا الحافظ وأنا الحامي. فرحت خلاص يا رب أنا هتكلم. طب هتكلم إزاي؟ هطلع أقول إيه؟ دي كانت المشكلة اللي بعدها. طيب أنا لو طلعت اتكلمت، الناس دلوقتي كلها نيتها سوء ظن، هيقولوا دي طالعة تتكلم علشان تشهر نفسها في الميك اب، فهتبقى خدت الشهرة والترند والبتاع الكلام العبيط ده. وانا الناس بقت مؤذية جدا، ولما بزعل بيرجع لي المرض تاني بنسب متفاوتة، يعني يسيب يرجع، فما ببعد، ما بحتكش بالناس. فقعدت افكر مدة برضه. مرة كده قاعدة بقلب على تيك توك، لقيت اشتغلت أغنية حسين الجسمي بتاعت الصراط المستقيم. إشارة، دي إشارة، علامة يا مارد، خير. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا. لو أحسنتي وطلعتي اللي عندك للناس ضميرك هيرتاح. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ مش كلنا أحق بقلب سعيد؟ أنا آن للروح أن تستعيد عهدا جديد. مش كفاية بقى كل القذارة والانحدار ده. فما السير في الخير إلا اختيار، وبراحتك سيري في الخير وتختار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. ده لن يغير حالنا إن لم نغير أنفسنا. ربنا مش هيغير حالنا غير لو ابتدينا إحنا نصلح نفسنا. هي سنة في كوننا الله قدرها، ربنا خلقنا كده. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويا. ابتدي بنفسك، تهدى الصراط المستقيم، بادر وغيرها. يلا بقى انجزي، خلينا نخلص. قلت خلاص مش مهم الشغل، انا هسيب الشغل علشان انا مش هقدر ان انا افضل ادافع عن نفسي قصاد الناس، لان انا فعلا بتعب وبحب دايما طاقتي ومجهودي ووقتي غاليين قوي قوي عليا، فبحب لما اوجههم لحاجه فيها خير ونفع، مش هفضل اجادل وادافع واعمل، مش هينفع. فقررت، قلت خلاص يا رب، مني ليك يا رب، دي لوجه الله، لولادي وولادنا كلنا. انا هضحي بشغلي، حلمي. انا قعدت سنتين بتعلم وبطور من نفسي، الحته تقع مني ازعل شويه، بعدين ارجع اقوم تاني اقول خلاص مش مشكله، وارجع ابتدي اجتهد تاني لحد ما اتعلم حاجه جديده، احسن من شغلي سنه، الاقي محتاجه خامات تاني، اروح احوش واشتري واطور لحد ما وصلت لمرحله خلاص انا ظبطت كل حاجه ودفعت كل فلوس كانت بتجيلي في كل حاجه، وجي وقت بقى جني الحصاد، ابتدي بقى الم في الكاشات. ما كانش ما كانش قرار صعب بالنسبة لي أنا خلاص زاهدة الدنيا باللي فيها، مش مهم. ده برضو هيبقى اجتهاد من نوع تاني، إن أنا ابتدي أوري البنات وأعلمهم إزاي أنا اتغيرت وحياتي بقت أحسن، فغيرهم هم كمان، ونبقى كلنا عايشين مجتمع صحي آمن، كلنا فيه أسوياء، ولادنا أسوياء. خدت القرار خلاص أنا هسيب الشغل وربنا يبدلني خيرا منه، وهطلع اتكلم مع الناس. جت بقى المشكله اللي بعدها، دي كانت ليفل الوحش بالنسبه لي. ازاي اقنع جوزي بكل ده؟ مش عشان حاجه، هو راجل طيب هيحب الخير يعني. المشكله ان انا خليته على الحديد، صرفت كل اللي وراه واللي قدام. كان عايز يشارك حد ويجي يحكي لي لما كنت ببتدي الشغل، رحت بصيت كده قلت بني ادم زي الارض ندي بعض. طب ما انا قاعده وشايفني عايزه اشتغل، ما تساعدني.
المهم قشطت وخدت كل فلوسه وحطيتها في المشروع على امل بقى ان خلاص دي كانت اخر حاجه وان شاء الله هشتغل واجيب. فبصراحه دي اللي خلتني بقى ايه اتردد، لان بقى الموضوع مش في ايدي انا، ما بقتش حاجه تخصني انا، ده في حاجه تخص حد تاني، شقه وتعب راجل. ف سكت ما اتكلمتش، قعدت افكر لحد ما قررت خلاص انا هروح احكي له وهقول له الامر واحد اتنين تلاته وشوف، صلي استخاره وشوف هتعمل ايه وانا معاك. مش عايزه اقول له ان انا مستنيه اشاره من ربنا باللي انت هتقوله علشان ما يترددش ولا يحس بالذنب فيقول لي خلاص، ويجي بعد كده يقول لي منك لله خليتيني شحات. فرحت حكيت له قلت له بص الامر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، ايه رايك؟ الاشاره بقى اللي انا كنت مستنياها جوزي دايما تحكي له الموضوع تلاقيه صوت في وشك وبعد كده هدي وبعد كده ابتدينا نتناقش، ده تسلسل الاحداث معايا. فانا عارفه ان انا داخله هحكي اول كام كلمه هيروح يزعق، هروح اقول له اهدى بس انا هفهمك، فاروح ابتدي اتكلم فيروح ايه نبتدي نتناقش. بس حكيت له وكانت اول مره ما يتعصبش، قعد سنتين كده وبعدين قال لي خلاص يا زين اتكلي على الله، ربنا ان شاء الله هيعوض علينا وهيرزقنا بحاجه احسن، جاي لنا رزق من مكان تاني. خلاص بقى يعني جات لي كل الاشارات اطلعي اتكلمي اطلعي اتكلمي اطلعي اتكلمي. جات لي مشكله كمان، هي مش مشكله يعني، دايما بحب احلل كده كل خطوه انا همشيها عشان ابقى عارفه هحلها ازاي. ازاي هقنع كل واحده فيكم اننا نتكاتف ونتشارك على الفكره دي، يعني ما تبقاش بتاعتي انا لوحدي، هي اصلا مش بتاعتي، هي مش بتاعتي، هي تجربتي وقلت اقولها وان شاء الله تفيد ناس كتير، بس انا مش عايزه اقولها كده في اي مكان وخلاص بقى اي حد يشوفها يتاثر شويه خلاص، لا انا عايزاها توصل لكل بنت وست ناطقه باللغه العربيه في الوطن العربي كلنا، يعني اللغه اللي انا بتكلم بيها لساني اي حد هيفهمها ست توصل له، يمكن تفهم مني حاجه، يعني يمكن اقدر اساعدها بحاجه. فبقيت مستنيه الاشاره من ربنا ازاي اقنع كل الناس انها تتشارك معايا في ده يبقى حلمنا كلنا يبقى بتاعنا ونتجمع فيه. لحد ما جت الاشاره شفتنا كتير واقفين في مكان كله زرع وخضره وعمار اكنه حته من الجنه، وحوالينا اولادنا شايفينهم كلهم زي ما بنحب ونتمنى احسن حاجه في الدنيا، وقلبنا فرحان قوي كده بيهم، وبندعي ربنا بنقول له يا رب احنا اتحملنا مسؤوليه تغيير امه كامله، يا رب احنا اتحملنا مسؤولية كسر حلقة الانحدار الأخلاقي في مجتمعاتنا، يا رب احنا ربينا ولادنا علشان يكونوا خلفاء في أرضك ليعبدوك زي ما بتحب وتتمنى، يا رب انت قلت ان كل 100 سنة لما بيكثر الفساد في الأرض انت بتبعت عباد صالحين من عندك يقضوا على الفساد ده وياخدوا الأجر، يا رب اجعلنا هم. ولقيتني بقول لنفسي في نفس الوقت يا رب اللهم اني اشهدك ان اي حد هيساعدني وهيتشارك معايا الفكره هيعتبرها كانها بتاعته ويتحمل مسؤوليتها وبتيجي مش ويعلن عنها، يا رب هو شريكي في الاجر المسلم، اللهم اني اشهدك انها ما بقتش بتاعتي خلاص بقت بتاعتهم كلنا. ودي كانت اخر اشاره لي، الموضوع خلاص
كده خلصت الموضوع بقى بتاعك انتي. انا بس عايزه اقول لك ان انا لوحدي مش هقدر، ولا انتي لوحدك هتقدري. لازم نتكاتف ونتشارك علشان نوصلها لاكبر عدد من البنات والسيدات يشوفوها. بقول لكم رسائل ربنا اللي اتعلمتها وغيرت حياتي بتخليني احسن، اللهم لك الحمد، احسن شكلا، نفسيه مستقرة، هادية، متزنة، مرتاحة، راضية 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 راضية، كأني يعني عندي نعم الدنيا كلها. أسرتي مستقرة، بيني أنا وجوزي مودة ورحمة، حياتنا كويسة، الحياة كلها هدوء وسكينة، بربي ولادي وأنا مرتاحة، بحاول أي خلل أحطه جواهم غصب عني من ضغط أو من مسؤولية، واللي أنا بنتعرض لده أصلحه أول بأول. فأنا مش هقدر لوحدي، أتمنى إنك أنت تتشاركي معايا، لأن بالوضع اللي إحنا ماشيين بيه ده وبسرعة فجر الفواحش اللي بتحصل دي، بالظبط ادينا سنتين ثلاثة وما بقاش أي حد فينا بعيد عن، ما بقاش أي حد فينا بعيد عن الموضوع. اللي إحنا كنا بنشوفه ما يحصلش غير كل فين وفين هيحصل في فترات متقاربة. الفترة اللي جاية بقى هيبقى بيحصل لنا كلنا، ماسكين مطاوي وسنج عشان خايفين، ده لو عرفنا ننزل. وعايزه اقول كلمه بس لكل الازواج: مراتك مش وحشه، ودي ربنا خلقها لك من نفسك، يعني مش عشان تاذيك ولا تضرك، بالعكس عشان تريحك وتحس معاها باستقرار وسكينه وهدوء. هي بس مش عارفه نفسها لسه دلوقتي، ولا عارفه هويتها، ولا فاهمه هي بتعمل كده ليه. فارجوك ساعدها في انها تمشي معايا في الرحله دي، واوعدك انك هتتفاجئ فعلا في الاخر وان حياتك هتتصلح، واي مشكله هتلاقيها في وشك تعتبرها مش موجوده من دلوقتي. ساعدها ودعمها انها تشارك معايا في الرحله، ولو انت كمان تقدر تنشر الفكره وتنشرها، لانك فرد من الاسره اللي احنا بنحاول نحافظ عليها. وان شاء الله ربنا هيصلح لك حالك وحال اسرتك عشان انت بإيدك خير ويرزقك السكينه والهدوء ان شاء الله. ودلوقتي بقى جه ميعاد رسالتي انا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي: يعني انت يا زينب بمخك اللي قد الفسفوسه ده كنت فاكره ان انا هدوقك من عذاب اهل النار وانت على الارض، والاقيكي صابره راضيه محتسبه، وتسعي على انك تفهمي وتفكي شفراتي، واشوفك قد ايه انت عايزه تقربي لي وراضيه رغم كل اللي حصل، فهيكون كرمي ليكي ودنيتي قد كده حاجه تخصك انت بس؟ اكيد لا. انا هرزقك بفهم رسايلي علشان تخلي كل الناس يفهموها زيك. ومش بس كده، انا بخليكي آية من آياتي للناس علشان اكرمك بأجر وثواب اي حد انا ههديه بسبب اللي حصل لك. وانا كان حمري كمان طبعا انتوا مستنيين نعيط، مش هعيط، انا بعيط من الكفايه لحد ما اتفلت بعد ما كنت الرساله، مش هعيط تاني. ان شاء الله جميعا يجعلنا كلنا عون وسند لموقف الخير، ان احنا يكون مجتمع امن نظيف مهذب مليان خير وطه وسلام ان شاء الله.